عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده كان يوم كده روتين بشاركه معاكم، يوم الربيع او يوم شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. بدأت كده معاكم اليوم بفطار خفيف كده جدا، وبعدين كده هنعمل شوية حاجات وهنلون بيض وهنعمل حاجات حلوة. طبعا الكتاب ده شايفينه بتاع معجزة الصباح، من الكتب اللي أنا بحبها قوي، وبجد هتستفادوا منه كتير جدا وهتطبقوا فعلا معجزة الصباح وحياتكم كده هتبقى حلوة. بُصّوا بقى، كان عندي كده كام حبّاية غريبة، فقسّمتهم كده بيني وبين ابني آدم، وقُلت هاعمل له كوباية حليب أو كوباية لبن يعني يشربها، وهنعمل فطار خفيف، لإن اليوم ده طبعًا أكلنا رِنجة عند ماما، لإننا كنا أكلنا فسيخ تقريبًا قبلها مرّتين كده في العيد وبعد العيد كده يعني، فما كانش لينا نِفْس خالص للفسيخ، وأكلناه برضه بعدها بكام يوم يعني. المهم قُلت بقى هاعمل شوية فطار كده بسيط أوي، ونقعد نلوّن البيض اللي إحنا كنا سالقينه من بالليل، ودي بقى ذكريات كده بترجّعنا لذكريات الطفولة ونشاركها مع أطفالنا، بتبقى حاجة حلوة أوي، بهجة كده، ويوم حلو وبنفرّح كمان أولادنا. الأيام بقى اللي فاتت أو شم النسيم اللي فات كان بييجي بقى في رمضان، وكان بقى بتبقى أيام عيد ميلادي بقى كده، ولا باعرف أحتفل بعيد ميلادي ولا باعرف إن أنا أعمل فيه أي حاجة بقى العيد الربيع وكده بنبقى صايمين يعني. فأنا لمّا قُلت لابني على موضوع البيض ده، ما كان مستغرب بقى، عمره ما حضر معايا حاجات من دي يعني ولا عملناها، فقُلت بقى أشاركه كده وأكلمه عن ذكرياتنا بقى زمان، ويوم شم النسيم ده كنا بنقضّيه إزاي مع أهالينا وكده. الأول اللي هو مصر كافيه ده بديل النسكافيه، بديل المقاطعة، حلو أوي، أنا باحبه بصراحة. في ناس كتير بتقول إنه مش حلو، بس هو بجد حلو بالنسبة لي، ودي أذواق يعني. ما كانش عندي غير شوية قهوة صغننين أوي ما يعملوش أصلًا أي حاجة، فقُلت أضيفهم عليه لإن أنا متعودة لمّا باصحى كده لازم أبدأ يومي كده بشوية قهوة يفوقوني، وأقعد بقى في المطبخ أسمع بودكاست، أسمع أي حاجة على الموبايل، فيديوهات كده بابقى منزّلاها عشان مش عندي أصلًا نت في البيت، لسه بقى ما عملتوش وكده. المهم وطبعًا النسكافيه باعمل له رغوة بإيديّا كمان يعني، مش عندي مضرب النسكافيه لإني جِبته مرّة اللي بيتعمل بحجارة ده ما عجبنيش خالص وكان بايظ فرجّعته، فبإذن الله أجيب بقى واحد من اللي هو يكون بيشتغل USB بالشاحن وكده يعني. المهم القُرَص بقى دي كانت في التلاجة، بنطلّع القُرَص ونخلّيها طازة بقى إزاي، هاقول لكم الطريقة بتاعتي. بتجيبي أي طاسة مش بتلزق وتوطّي عليها النار، وتحطّي بقى القرصة كده بالراحة كده على الجنبين وبتطلع طرية معاكِ أوي. فعملت كده النسكافيه بالحليب، ما باشربوش دايمًا بالحليب يعني، بس قُلت المرّة دي كده أشربه بالحليب. وعملت كده قرصة لابني حلاوة وليّا جبنة، فعشان هو برضه بيحب الحلاوة أوي. فقُلنا نعمل كده فطار خفيف، وبعدين نعمل أكل كده في النُص قبل ما نروح نتغدى بقى رِنجة وكلام من ده. فآدم أصلًا ما حبّش ياكل رِنجة، لإن الرِنجة كان فيها شوك كتير بالنسبة له، هو بياكل فسيخ عادي بس أنا اللي بأكّله له، مش بيبهدل نَفْسه ولا بيعوز إيده ولا بيحب الريحة تبقى فيه وكده يعني. المهم فقُلت بقى أشارك معاكم اليوم. سلقنا البيض من بالليل وقُلت له يالّا بقى نطلّع الفَن بتاعنا وإحنا قاعدين نفطر بقى قعدنا مسكنا البيض وقعدنا نلوّنه، وذكريات بجد بترجّعني كده لزمن وأنا لسه صغيّرة. كنا بناخد البيض كده بعد ما نلوّنه ونقلي بطاطس وبتنجان وناخد الفسيخ والرنجة ونروح مكان بقى كده حلو، جنينة أو نادي أو كده، ونقعد كده مع بعضينا كده لمّة عائلية ونقعد نلعب ونتنطط. بجد كانت ذكريات وحاجات حلوة أوي، كانت أيام حلوة، بس بجد ما عرفتش أخرّج ابني خالص، ما خرجناش في اليوم ده يعني. بعد ما لوّنا البيض بقى أنا وآدم، دخلت بقى قُلت أروح أعمل كده غدا بسيط كده وخفيف بس حلو أوي، بنحبه كده بناكله كل فين وفين أصلًا، ما باكلهوش كده إلا كل فين وفين، لإنه كمان الأكلة دي بتبهدل البوتاجاز جامد جدًا، وأنا بصراحة باتضايق أوي لإن البوتاجاز لسه جديد يعني ما بقالوش أصلًا، يا دوبك بقى له شهر فتحان. المهم عملت بقى بتنجان وفلفل وبطاطس، قُلت بقى أعمل لنا كده أكلة كده لطيفة وخفيفة، تدّينا طاقة كده. هي مش طاقة أوي عشان كلّها زيوت أنا عارفة، فقُلنا يعني أكلة كده آدم برضه بيحبها وبيحب بقى بابا غنوج اللي هو البتنجان وكده، فقُلت أعملها كده في السريع قبل ما ناكل رنجة، بس بجد
انا مش عارفه ازاي انا نسيت اصور لكم الرنجه بتاعه اختي. هي اللي كانت شاويه الرنجه، كانت عامله لنا رنجه بقى مطبوخه. انا بحبها جدا وانا بعملها اصلا، بس بقالي كتير ما عملتهاش. كنت دايما بعملها في بيت بابا وكده يعني. قشرت بطاطس بقى، بحب اقشرها الصراحه بالقشره، ما بقتش خلاص، ما بقتش من اول ما بدات اقشر بطاطس بالقشره وانا نسيت اصلا ان انا اقدر اقشرها بالسكينه، ما بعرفش. فيعني قلنا كده وجبه خفيفه كده وحلوه وكده يعني، ونستعد للرنجة. ما اكلتش رنجة من زمان، وبجد ما كانش ليا في الرنجة، بس بدأت اكلها من فترات كده كل فين وفين. فبصراحة اختي كانت عاملة رنجة خطيرة قوي، بس انا نسيت اصورها، كنا بقى مستعجلين والوقت كنا تقريبا الساعة 5 6 كده المغرب تقريبا. بدأت بقى احمر كده، كنت حاطة طاسة، كنت حاطة طاسة للبدنجان والفلفل وكده، وطاسة بقى تانية نضيفة للبطاطس، زيت نضيف يعني وكده، عشان ما ينفعش اصلا نقلي البدنجان والفلفل في نفس الزيت بتاع البطاطس. فقلت بقى ان انا اما اخلص ابقى اغسل بقى البوتاجاز كده غسله بسيطه، غسله حلوه، لان العين دي كان فرع عليها صلصه، فرع عليها اللي هي يعني وقع عليها كده تمام. فزي ما انتم شايفين، المهم خلاص بقى جهزت كل الاكل. ما صورتش كل حاجه قوي معاكم يعني، قلت مش هفضل وانا بقلي بقى كل حته احطها اصورها وكده، لا. وكنت برضو شويت بدنجان وعملت بابا غنوج الطبق اللي انتم شايفينه ده اللي فيه الشوكه، وجبت بقى فلفل كده، دقيته كده في الهون، وحطيت عليه توم. التوم ده انا ضرباه في الكبة ومخزناه، وحلو جدا، مش بيغير لونه ولا طعمه ولا اي حاجة. وحطيت بقى فلفل على توم على خل على ليمون على ملح كده، يعني خلطة حلوة، ورشيتها على البدنجان وليمون اهو زي ما انتم شايفين. وبقى على البابا غنوج وكده، وقطعت طماطم وفلفل اخضر، والبيت بقى اللي احنا لوناه القمر بتاعنا ده، ودي البيت بقى اللي احنا لوناه وطلعنا الفن بتاعنا كده انا وادم، وكاتبين اسمنا على البيت بقى وكده. وبصراحه كان حلو قوي، شايفين الفن. البيضه اللي انا ماسكاها دي كاتبه عليها اسمي بقى بالعربي وبالانجليزي، ومظبطاها ومدخله كده شويه الوان في بعضها، حاجه لطيفه. وكنت بسمع ساعتها برنامج بتاع اللي هو الشيف حسن ده اللي كان عامله وكده. كان الشيف حسن بقى بيلون البيض، وكانوا بيقولوا على الالوان وكده، فيعني لقيت الالوان اللي انا بستخدمها الوان حلوه، بترمز بقى للضحك والرومانسية والحب وحاجات حلوة كده والطبيعة يعني. المهم بقى حطيت بقى على البابا غنوج كده شوية زيت، وظبطت كل حاجة. آدم أصلا بيحب بابا غنوج ده قوي. فشايفين بقى الألوان المبهجة بقى، خضار في ألوان في طماطم بقى على بدنجان، بصوا أكلة كده حلوة. فمعجبة قوي بالبيت، لأني بقالي سنين كتير جدا ما عملتوش، فعمالة بوريهولكوا بقى. فبقول لكم قولوا لي ايه رأيكم. يا رب يكون الفيديو خفيف لطيف على قلبكم يا رب. انا حبيت اشارك كده إيه شوية كده حاجات بسيطة من اللي انا عملتها في يومي. وبعد كده بقى قضينا اليوم شوية عند ماما، ورجعنا بقى البيت خلاص بقى، ما صورتش اي حاجة ولا اي حاجة من دي. وطبعا اللي بيعطلني على نشر الفيديوهات اول باول ان انا ما عنديش نت في البيت، ما بيبقاش معايا مثلا باقة نت او كده. فيعني استحملوني شوية الفترة دي لحد ما اركب نت، وانا هدوشكوا كل حاجة هصورها هنزلها في نفس اليوم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو منكم، وتصلوا على النبي في التعليقات. ويا ريت لو كنت شفتوا الفيديو بتاعي تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، تعملوا لي الحاجات اللطيفة دي. باي باي.